طيب النهارده بنكمل اخر حاجه احنا اشتغلناها امبارح. اخر حاجه كنا اشتغلناها امبارح هو تحضير النيتروجين، سواء كان في المعمل او سواء كان في الصناعه. فانا هتعامل مع نهايه الفيديو كان ان احنا فعلنا النيتروجين، او انا اسف حضرنا النيتروجين في المعمل وفي الصناعه. ودايما انا كده كده ببتدي بنهايه اخر حاجه شغل اشتغلتها. النيتروجين بيتفاعل او بتقدر تحضره بطريقتين، واحده اسمها معمل واحده اسمها صناعه. قلنا الصناعه هدفها انتاج، اللي انا لازم اختار طريقه تجيب انتاج كبير، انتاج كتير. اما المعمل هدفها الطالب ان هو عايزني احضر له النيتروجين حتى لو بجزئيه بسيطه، بس يشوف النيتروجين وهو بيتحضر. في الصناعه حضرناه بحاجه اسمها اسم العمليه اللي كانت في الصناعه اللي كان حضر معاها تقطير، اسمه تقطير ايه؟ تجزيئي. لمين؟ للهواء المسال. وكلمه تقطير تجزيئي اللي انت الهواء اصلا احدى مكوناته، بل اكبر نسبه في مكوناته او في تكوينه هو النيتروجين. قلت طب خلاص اسحب النيتروجين، قال لك مش هتعرف تسحب النيتروجين. قلت له خلاص اسيب النيتروجين واسحب اللي معاه. طب تسحب اللي معاه ازاي؟ قال لك الاكسجين تقدر تسحبه. حد فاكر للي كان حاضر؟ الاكسجين بالفلز. الاكسجين اسحبه بالفلز، ان انا اسخن فلز مع الهواء يسحب الاكسجين يبقى اكسيد فلز. طب اسحب بخار الميه ازاي؟ اسحب بخار الميه بحمض الكبريتيك المركز او اي ماده تسحب بخار الميه وليكن ماده متميعه. اسحب ثاني اكسيد الكربون ازاي؟ برضه بهيدروكسيد الصوديوم. فانت سحبت ده وده وده، هيتبقى مين واقف لوحده؟ بالظبط. الكلام ده طبعا ما بيتم، يعني كلامه سهل، انما في المصنع في حاجه اسمها مولدات او جنريتور كده، بيحاول ان هو تحت درجات حراره معينه وتبريد معين بمواد كيميائيه ان هو يفصل الكلام ده. عشان كده النيتروجين بيبقى طالع في حاله مساله، لان انت اصلا بتعمل تقطير تجزيء للهواء المسال، فبيطلع بحاله مساله. ومن ضمن الخصائص واحنا هندرسها النهارده بتاعت النيتروجين، ان النيتروجين درجه حرارته وهو مسال باشاره سالبه. خصائص النيتروجين النهارده اللي احنا هنتكلم عليها خصائص فيزيائيه وخصائص كيميائيه. ايه الخصائص الفيزيائيه والخصائص الكيميائيه؟ نفتح كده مع بعض في المنطقه النظريه الاول، الا وهي الخواص الفيزيائيه للنيتروجين. خواص الفيزيائيه للنيتروجين، كلمه خواص فيزيائيه للنيتروجين في صفحه 127. خصائص فيزيائيه النيتروجين يعني الخصائص العامه له، الخصائص اللي ما بتعتمدش على تفاعل كيميائي، خصائص هي موجوده فيه. النيتروجين يا اولاد ممكن تستنتج اول خاصيه له، هو موجود في الهواء. ريحته ايه يا اولاد؟ ملوش ريحه. طب لونه في الهواء؟ ملوش لون. طب في، لو انت دقت او ما دقتش بس ممكن تعرف ان في ايس كريم بيتعمل بالنيتروجين المسال، تيجي تلاقي طعم الايس كريم ما اتغيرش. يعني معنى كده النيتروجين ملوش طعم. طب هو اللي بيستخدم او بيتعمل بالنيتروجين مسال هنعرف دلوقتي، عشان بيجمد بشكل سريع او بيدي تجمد سريع. اذا النيتروجين ليس له لون ولا طعم ولا ريحه، ودي اول حاجه. طيب رقم اثنين، النيتروجين بصفه عامه هو اللي اخف ولا الهواء اللي اخف؟ تسال نفسك هو مش جزء من الهواء؟ يعني هو جزء من كل، يا ترى الجزء اخف ولا الكل هو اللي اخف؟ الجزء هو اللي اخف، هو جزء من الكل. طب ايه السبب؟ السبب ان الهواء بيحتوي على الاكسجين. الاكسجين رمزه O2، والنيتروجين برضه الهواء بيحتوي عليه. طب الاكسجين العدد الكتلي بتاعه 16، والنيتروجين العدد الكتلي بتاعه 14. لو انت جبت كتله الاكسجين وكتله النيتروجين، كتله الاكسجين تبقى كام يا ولاد؟ 32 جرام لكل مول. طب كتله النيتروجين 28 جرام لكل مول. مين اخف، النيتروجين ولا الاكسجين؟ اذا علل لما ياتي. ليه النيتروجين اخف من الهواء؟ تروح قايل لي لانه يحتوي على الاكسجين، وكتله الاكسجين اكبر من كتله النيتروجين. بدل ما اقول جزء من كله وانا ما بقاش فاهم، لا انا بجيب السبب العلمي بتاعه. تمام؟ طيب رقم ثلاثة، واحنا بنحضر النيتروجين امبارح في المعمل قال لك وركز كده معايا، بيجمع بازاحه الماء لاسفل. يعني بتجمعه اللي انت تخليه يعدي على الميه مرور الكرام، هيعدي مش هيحصل له اي حاجه، هيتجمع فوق في المنطقه الفاضيه. كل ما يزيد هيبدا يضغط على الهواء لتحت. معنى ان هو يضغط للهواء لتحت يعني بيدوب ولا ما بيدوبش في الهواء؟ ما بيدوبش في الميه، انا اسف. طب هو ليش عايز ذوبان في الميه؟ هتقولي ما اعرفش، هي خاصيه. اقول لك لا، ممكن تجاوبها من الباب الاولاني. الباب الاولاني ترم تاني، علل لما ياتي.
علل لمات، في اسئله كده علل لمات. النيتروجين شحيح الذوبان في الماء. مين يقول؟ ها، قول يا سيف. ماشي. ده انا كنت بهرش يا بص، مش هرفع ايدي. والله كنت بهرش. ها، هو احمد عايز، بس عايز اسمع منك انت الاجابه. انا احمد بالتالي انت ما تجاوبش عشان انت تجاوب، عشان هو يجاوب. خلاص قول يا احمد بقى، خلاص. برضو ايه؟ طب قول يا بو. انا بقول لك شهرش، انا بقول لك قول. محدش يعرف ليه النيتروجين؟ ها، قول يا ياسمين، ما طالما محمد رافع ايده يبقى ياسمين. ها، قول يا لول. علشان ايه؟ ايه العسل ده؟ والله ممتاز. طب انت بامان، عشان انا حاسس انها هو ده الرد، انت فاكراها ولا ربطتيها بخاصيه امبارح؟ صح، يبقى انت كده بتفهمي، لانك انت ربطت القطبيه بالذوبانيه. احنا ربطنا الذوبانيه دايما بالقطبيه. يبقى يا باشا عايز تهرب من اي ماده، وهي الماده بتقول لك انا ليه ما بدوبش في الميه وهي مركب تساهمي، يعني هو طبيعته مركب تساهمي، فبيجي يقول لك يلا يلا. فهو بيقول لك انا ليه ما بدوبش في الميه. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ شفت كده؟ ولا لعبت اليد؟ طيب، فبالتالي ليه النيتروجين شائع الذوبان في الميه؟ وذلك لقله قطبيته. طب حد فاكر عارف ليه هو قطبيته قليله؟ نوع الرابطه التساهميه اللي فيه. بس اي رابطه تساهميه نقيه غير قطبيه. تمام؟ يبقى بالتالي وذلك لان رابطته تساهميه نقيه. طيب، يبقى ناخد الخاصيه ونطلع عليها. طيب، اللي بعد منها متعادل التاثير، دي الخاصيه اللي هتتذاكر، يعني ولا بيحمر ولا بيزرق. علل، الاجابه موجوده في الخواص قدامك، بس انهي اجابه تتوقع؟ يقول لك متعادل التاثير، يعني ولا بيحمر ورقه عباد الشمس ولا بيزرع عباد الشمس. ها؟ لا، بس الاجابه في خواص، احدى الخواص، بس اربط. عشان ايه شاعي الذبان في الميه. اي حاجه متعادله اعرف ان هي ممكن كانت تدي تاثير، بس لو دابت ودت ناتج، انما انا ما بدوبش في الميه. يبقى طالما انا شاعي الذبان في الميه، ها، يبقى بالتالي مش هيظهر تاثير ليا على صبغه عباد الشمس او على ورقه عباد الشمس. فلاني شايف ذوبان في الميه، اخضريكا ولا احمريكا ولا بنفسجيه، اي حاجه. يبقى بالتالي هنا اهو بقول السؤال متعادل التاثير على عباد الشمس. طب متعادل التاثير على عباد الشمس وذلك، هتقول لي فعلا لانه مش بيحمر ويزرق. طب ليه؟ وذلك لانه شحيح الذوبان في الماء، ولا هيعطي وفره من ايونات الهيدروجين ولا هيعطي وفره من ايونات الهيدروكسيد. الهيدروجين ده يبقى صفه حمضيه، هيدروكسيد يبقى صفه قاعديه. طيب، الاجابه مش عدل ولكنها اثبات. كثافته كام؟ قدام عينيا 1.16 جرام على السنتيمتر مكعب او على المليلتر او على اللتر، مفيش اي مشكله. بس بالتالي الظرف ده خدناه الحصه الترم الاولاني، ار تي بي. حد فاهم يعني ايه ار تي بي؟ صح. مين يثبت لي بقى؟ يقول يا مستر هو الكتاب هو اللي قايل لنا 1.16%، احنا هنألف. اثبت اثبات، يعني هو رقم ثابت. يعني لما باخد في الفيزياء الرقم الثابت هو ثابت، في الكيمياء الرقم ثابت. لما قلت لي عدد افوكادرو 6.2% ما قلتليش ليه. انت جاي تقول لي اشمعنى هنا، جاي تقول لي ليه، يبقى اكيد عندي الاسلوب الكيميائي بتاع السنه دي اللي يقول لي فعلا انا ليه 1.16. لو انت افتكرت من الفيزياء الرو بتاعتك كانت بتساوي ايه عليها؟ اما على في. الفيزياء بتخدمنا كتير، وماده من المواد اللي بتخدمنا كتير. الرو بيساوي اما على في. طب يلا، ها سمعت صح.
ما والله عشان سمعت بس هنا. قول يا ريتاج. انت اللي بتستفزني يا ريتاج. قول. هبلغ عنك. يلا. ها. قول يا باشا. انت جبت الاول 28 دي منين عشان اللي مش لاقط يلقط؟ كتله اهي، الكتله الجزيئيه بتاعتها صح 28. الشطاره في اللي تحت، قصدك الحجم للمول صح؟ في درجه حراره الغرفه، ده مقدار ثابت واخدينه. حجم اي غاز في درجه حراره الغرفه هو 24. وفعلا لو قسمت ال 28 على 24 بالاله الحاسبه حالا هتلاقي بتديك الرقم اللي هو مديهولك، اللي هو 1.16 من 100 جرام على اللتر. طيب درجه غليانه، هدي معلومه ثابته الاول. وانت عارف ان انا بحب في الكيمياء بالذات في الباب ده اديك معلومات عامه تفيدك. وخلاص الطالب الشاطر بقى بيفهم اول يدفع كلمه حاجه ثابته عنه يروح فاتح الكراسه والقلم، ده اللي عايز يتعلم من السنه الجايه ويرتاح. اي غاز درجه غليانه باشاره سالبه، يبقى انا هنا مش بتكلم عن النيتروجين. تمام. اي غاز درجه غليانه باشاره سالبه. طيب ده العلاقه الاولى الثابته. العلاقه الثانيه، اي غاز يمكن ازالته عند درجه غليان. تاني يبقى المعلومه العامه الاولى، اي غاز درجه غليانه بالسالب. انا مش سائل عشان يبقى درجه غلياني يبقى بموجب، انا غاز. عايز تجيب درجه غلياني هتلاقي درجه بس بتتفاوت طبعا. درجه غلياني باشاره سالبه. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين، اي غاز يمكن تحويله، الدكتوره اللي ماسكه التليفون لو سمحت، اي غاز يمكن تحويله الى الحاله المساله، وما بقولش سائله، ومش هندخل في امور فيزيائيه دلوقتي، بس المهم اسمها حاله مساله، مش هدخل في تفسير. يمكن تحويله الى الحاله المساله عند درجه غليان. عند درجه غليان. طيب المفروض كلمه غليان، غليان باينه من اسمها، يبقى السائل اللي عند الغليان ده درجه حرارته عاليه ولا منخفضه؟ عاليه. غليان الغازات المساله ذو تبريد عالي جدا. يقول له يا مستر انت بتتكلم في كلام متناقض. غليان الغازات المساله ذو تبريد عالي جدا. عالي. غليان الغازات المساله ذو تبريد عالي جدا عشان درجه غليانها باشاره سالبه، يبقى انت تحت الصفر. عارف الكلام ده؟ طيب النيتروجين المسال هو نفسه درجه غليان. يعني لو انا قلت لك درجه حراره النيتروجين المسال يبقى اقصد بيها ايه؟ درجه غليان. طب درجه غليان النيتروجين، لا دي لازم تقولها لي، ما اعرفهاش. درجه غليان النيتروجين المسال هو سالب 196 عندها، وهنا يمكن اسالته. معايا في الكلام ده؟ يبقى بالتالي درجه الغليان هي نفسها درجه الاساله. يبقى لو قلت لك درجه غليان النيتروجين المسال هي نفسها درجه اسالته، بيسال عند درجه حراره كام؟ هي نفسها عند درجه الغليان. طب لو انا لقيته بيسالني يمكن اذا علمت ان درجه غليان الاكسجين سالب 124 درجه مئويه يمكن اساله الاكسجين، يبقى ده خدها قاعده. اساله الغازات عند درجه غليان. عايز تعرف درجه غليان، درجه اساله الغازات، اعرف درجه غليان، والعكس صحيح. تمام؟ طيب هنتكلم في ظواهر. بدل ما هو عايز يسالني عن درجه الغليان، بدل ما هو عايز يسالني على درجه غليان وانت عارف ان اسئله الثانويه العامه في المواد العلميه بقت بتعتمد على التحليل. يعني بدل ما اسالها لك بشكل مباشر ما هي درجه، على فكره درجه الغليان دي كانت عندك في ثانيه اعدادي، كان بيتسال عليها. حتى كانت لو تفتكر الخاصيه دي ممكن تكون فاكرها، كان يقول لك يتم حفظ قرنيه العين في درجه في النيتروجين مسال. كانت عليك اللقطه دي في ثانيه اعدادي. كنت تقول له علشان والله دي درجه تبريدها سالب 196 او بتغلى عند سالب 196 فبيتم حفظها. طب انا بقى عايز اسالها لك برضو بسؤال تاني. ماذا يحدث عند وضع بالون ممتلئ، بالونه عاديه بالهواء منفوخ يعني، في النيتروجين المسال؟ هو كده هيتاثر. ايه اللي يحصل يعني؟ ها؟ هيتكسر. مين اللي هيتكسر؟ اول حاجه النيتروجين المسال هو سائل،
اي نعم درجته تحت الصفر قوي. ايه اللي هيحصل للبالونه؟ ايه؟ هتكش. يبقى اسمها ايه؟ تنكمش. علشان انت عارف الهواء بينكمش بالتبريد وانت حاطه في تبريد. طب ايه اللي هيحصل لو شلت البالونه من حوض النيتروجين المسال وطلعتها في الهواء؟ هتنتفخ تاني، هترجع لوضعها الطبيعي. ليه؟ انت حطيتها في درجه حراره الغرفه فحصل لها عمليه ايه؟ تمدد. حصل لها عمليه ايه؟ تمدد. ده كده خصائص النيتروجين يا اولاد. باسئله التعليليه حبينا نوضحها، يعني ما تبقاش بتذاكر الخاصيه بس، لان انت هنا ما عمتش في ماده علميه نظريه زي الاعداديه اللي انا اسالك الخصائص على طول، لا هعمل لك عليها افكار او تحليل. تعالى بقى نشوف خواص النيتروجين الكيميائيه. خواص النيتروجين الكيميائيه، تعالى بس الاول نشوف ايه مشكله النيتروجين. هل هو بيتحد كيميائيا ولا لا؟ قال لك اه بيتحد، ولكن مش بسهوله. الكلمه دي ما كانتش موجوده مع ال1 ايه. ال1 ايه كانت تقول لك بتعمل خواص كيميائيه، يقول لك في ثواني. طب انت ليه يا بتاع الخمسه ايه مش بسهوله بس انت بتعمل خواص كيميائيه؟ قال لك لان انا عندي مشكله. انا مش موجود ان. انت عارف لو موجود ان هيجي يتفاعل معايا على طول. اول حاجه انا موجود في حاله ثنائيه في درجه حراره الغرفه اسم ان2. الرابطه اللي ما بيني وما بين ذرتي في جزيئي رابطه تساهميه ثلاثيه سهله ولا صعبه الكسر؟ عشان كده التفاعلات الكيميائيه بتحصل بس في شروط قاسيه ومش اي شروط. اعرف الشرطين دول عشان عليهم لعبه. تمام؟ يتفاعل النيتروجين بصعوبه، حتى بيسموه غاز غير نشط ما يقصدش بيه خامل، ولكن بيحتاج له شروط صعبه عشان يتفاعل بصعوبه بسبب قوه الرابطه التساهميه الثلاثيه الموجوده بين ذرتيه في جزيئه، في الجزيء بتاعه، مما يتطلب خلي بالك شروط قاسيه لحدوث تفاعلات. ركز بقى ايه اهم شرطين بيحصلوا. اول حاجه هو دايما لازم يتم في درجه حراره، بس عندي درجتين حراره بمعاني كلمات، مش درجه حراره صريحه كده، احنا اللي هنترجم درجه الحراره بتاعتنا. في حاجه اسمها، ركز كده معايا، شراره كهربيه. في حاجه اسمها قوس كهربي. المتعارف يا اولاد ان اي عمليه كهربيه اصلا بينتج منها تولد طاقه حراريه، ده امر طبيعي. حتى مرور التيار الكهربائي في سلك عادي بيتولد عنه طاقه حراريه. تمام؟ فطبيعه تولد طاقه حراريه من عمليه كهربائيه ده عادي. بس اعرف ايه درجات الحراره اللي بتنتج من العمليات الكهربائيه دي. شراره كهربيه درجه الحراره بتنتج منها 500، يبقى لو جبت لك 500 تبقى فاهم انها الشراره، والشراره هي ال 500. هي دي طبيعه التفاعلات الكيميائيه الجديده اللي انت هتدرسها. احيانا لما اقول لك معنى يساوي وهتيجي تقول لي بص انا مش عارف افاعل هو قصده ايه عشان جابها لي اسم وانا ما اعرفش درجه الحراره. طب القوس الكهربي اكيد برضه هينتج منه حراره، بس كام؟ 3000 درجه مئويه. يبقى الشراره اهون من القوس. طب النيتروجين، ركز بقى معايا في اللقطه دي عشان هتتسال فيها وانا شغال في التفاعلات الكيميائيه. النيتروجين امتى يختار الشراره وامتى يختار القوس؟ هتقول لي اكيد لما ده يكون ظرف صعب وده ظرف اصعب. انا معاك، انا فاهم، هما الاثنين صعبين، ولكن المعنى هنا يقصد بيها خلاص انا كده كده عارف ان النيتروجين دايما ظروفه صعبه، ولكن بيختار الشراره الكهربيه اذا كان عايز يعمل التفاعل من خطوه واحده، مش عايز الناتج اللي هينتج بالخطوه الاولى يكمل. يعني مثلا بقول لك انا عايز افعل الاكس مع الواي تكوين اكس واي وسكت، ما قلتلكش الاكس واي عايزه يتفاعل تاني عشان يكون كذا، لا انا خلاص طلعت اكس واي. اختار الشراره. ركز عشان اللقطه دي مهمه. طب لو جيت قلت لك انا عايز افعل النيتروجين مع واي ليكون اكس واي او نيتروجين واي او مركب ان واي، والان واي
عايز افعله او يكمل التفاعل عشان ينتج كذا تاني، يستديم التفاعل، مش اخده مزاجي، لا في فرق ما بين اخده مزاجي وان هو يستمر لوحده تلقائي، يعني عايز يكمل. يبقى اذا ما اختارش الشراره، اختار ايه؟ حلو الكلام. يبقى ركز معايا في حالتين عشان في حاله ثالثه، يبقى حالتين باينين. امتى احتاج الشراره عشان انت اللي هتختار، فركز عشان مش اسمها احفظ، هيجيب لك حاجات تانية فتفهم امتى تختار الشراره وامتى تختار القوس. لو التفاعل عايزه ينتج من خطوه واحده وما يستمرش تلقائيا ان هو يكمل تفاعل اخر، تختار مين؟ الشراره عند 500. طب لو عايز التفاعل ان هو يطلع ويكمل تلقائيا ولا بايدك؟ اصل في واحد هيبقى بايدك وتلقائيا، لا تلقائيا برضه يا مستر ما يجيش تحت، هو اللي في الانبوبه وهو شغال مكمل، مش انا اللي تدخلت، لا اختار ايه؟ طب ركز معايا، مين يجاوب لي على السؤال الثالث ده بقى؟ طب النيتروجين عايزه يتفاعل يا مستر، والناتج اللي هيطلع اخده وافعله مع ماده ثانيه لانتاج مركب جديد، اختار شراره ولا قوس؟ شراره. طب ليه يا مستر ما انت عملت خطوتين اهو؟ هو مين اللي عمل الخطوه الثانيه، انت ولا التفاعل؟ انا. يبقى اخد قوس كهربي ليه؟ اخد القوس الكهربي لو عايز اخلي الخطوه الثانيه تتعمل تلقائيه، تكمل تشتغل هي لوحدها، عايزه تعمل التفاعل رقم 2. انما لو انت اللي هتعمل التفاعل رقم 2 عشان انت عايز تنتج ناتج تاني، كلام واضح؟ ما تاخدش الشراره، ما تاخدش القوس الكهربي، تاخد الايه؟ طب بالبلدي بالفلاحي، امتى اخد الشراره؟ لو خطوه واحده واقف معايا في الكلام ده. امتى اخد القوس الكهربي؟ يستمر واسكت لوحده تلقائي. طب انا عملت تفاعلين ولقيته بيقول لي خد برضو الشراره، يبقى التفاعل التاني تلقائي ولا بايدك؟ انت اللي خدت الناتج، هو كده كده كان هيقف اصلا، انت اللي خدت الناتج وحطيت عليه ماده خارجيه، ماده خارجيه من بره، قلت له اتفعل عشان عايز اكون منك كذا. مثال احنا خدناه، خدنا القاعده العامه بتاعته، انا هقوله واسكت وانت اللي تختار. تفاعل النيتروجين مع الفلزات خدناها في ال1 اي والله، معادله عامه. حد فاكر بالعربي بيدينا ايه مركب بالعربي اسمه ايه؟ نيتريدي فلز، صح؟ ده ايه؟ شراره ولا قوس؟ ما انت اللي هيجيب لك تفاعلات تقول لك انت اللي تختار. شراره ليه؟ هيقف؟ طب ما انت لو تفتكري انا قلت لك ان نيتريد الفلز بيتحط عليه ميه ويطلع نشاد، انا اللي هعمل الكلام ده. ممتاز، انا اللي هعمل، مش هو اللي لوحده. هيجيب ميه منين يا مصر؟ هيجيب الميه منين؟ انا اللي هجيب النيتريد الفلز واحط عليه الميه واشتغل حبيبي. شكرا يا دكتور. تمام. يبقى بالتالي انت هنا لازم ان انت تختار. طب تفاعلات النيتروجين مع المواد، لا في تفاعلات كتيره بس هو مش بيديني غير 3 تفاعلات، 3 حاجات هيتفاعل، انما هو ليه تفاعلات ثانيه. طيب تعال نشوف اسم. هيتفاعل مع الهيدروجين، هيتفاعل مع الاكسجين، هيتفاعل مع الفلز. طب هخليك تعرف، وعلى الرغم ان احنا داخلين على وضع جديد اهو، هخليك تعرف الشرط دلوقتي لوحدك عشان فهمت السطرين دول معايا. لما يتفاعل مع الهيدروجين هيكون مركب ويسكت، شراره. هيكون مركب يشتغل تاني لوحده عشان يكون مركب جديد. هيكون مركب وممكن تاخد المركب ده تعمل بيه حاجه تانيه. شفت انت بقيت بتعرف ترد على التفاعل من غير ما تحفظ. هو ده الكيمياء يا جماعه، ما تاخدش الكيمياء معادلات وتحفظ دايما معادله واحده. افهم حاجه اسمها رياكشن، طبيعه تفاعل، طبيعه تعامل. انت لما حد بيجي يعلمك وصفه اكله ولا حد بيعلم واحده وصفه اكله، ما بتقعدش تحفظها تعملي كذا وكذا، بتفهمها الفكره، عشان هي ممكن تكون بتطبخ لفرد انت رايح تطبخ ل10. طب هي علمتني اطبخ لفرد، انا رحت طبخت ل10 ازاي؟ ما انت فهمتك الطبخه مش حفظتك تعمل ايه، فهمتك ازاي تكبر وتصغر وتتعامل وتزود مقادير فهمتك، مش حفظتك تطبخ للفرد ده ازاي. معايا؟ وممكن وهي بتوصف لك الطبخه تعمل لك طبختين، اما لو عايزه يا حبيبتي تعملي كذا تحطي كذا، انما كذا كذا، صعب تديك افكار كتير، صح؟ وتقعدوا ترغوا رغايين هم بطبيعتهم.
تمام؟ طيب ايه يا مستر ده؟ طيب ما بيقولش كده. ها تعالى نشوف الهيدروجين. تعالى نشوف الهيدروجين بيتم ازاي. انا قاعده هعمل قاعده، خلي بالك القاعده زي ما انت عارف هي الاساس. هعمل قاعده يعني هتكلم بالعربي، هعمل قاعده انت واخدها قبل كده. طب مين يسمع لي القاعده دي؟ تقول لي طب مش تديني واحد؟ ما دي انا مديها لك قبل كده. قاعده عن المبدا اللي بمشي عليها. اكتب ايه بالعربي؟ ها فلز مع فلز، اي فلز عنده القدره على التفاعل مع النيتروجين، ها هيدينا ايه؟ الفرق بس انت ما كنتش بقى معلمني القاعده دي السهم يبقى عليها ايه؟ دلوقتي تعالى انت حراره وانا بتاع حراره دلوقتي؟ يعني كان الاول حراره دلوقتي بعد ده كله، بعد الهري ده كله تقول لي حراره؟ ايه البخل ده؟ هكتب هنا ايه؟ شراره. طب والشراره لو شلتها احط مكانها كام؟ 500. ده انت بارد بعد ده كله حراره، ده كله حراره في الاخر. طيب نيتروجين زائد هيدروجين يدينا نشادر. حراره انهي حراره؟ انا وقفت ولا هكمل؟ لو وقفت خلاص. ها شراره كهربيه، الشراره بتاعتها هتبقى 500. تمام. دايما يا ولاد علمتك قلت لك دايما تتفاعل من غير ما تذاكر اوزان، ان انت الله يقويك ويعينك يا رب على اللي انت هتبقوا فيه. زي هتيجي تلاقي استاذ فيصل السنه الجايه مثلا كان بيديك القوانين دلوقتي شويه، السنه الجايه هتدرس قوانين بالهطل وهتحل بقوانين هو مش دارسها لك اسمها قوانين استنتاجيه. تلاقي استاذك بيعلمك استنباط قانون مش حفظ قانون. طب ليه؟ يعني استنباط اصلا يعني؟ طب ما تحفظ لي القانون تغير وتوجع دماغي. ليه طيب؟ عشان عارف ان انا لو حفظت القانون ده ممكن اديك مساله مش على القانون ده اصلا، اخليك تستنتج قانون داخلي، فبالتالي لازم اعرفك ازاي تفكر تستنتج. نفس الكلام وانت بتحفظ المعادله، اياك مش عايز تعمل براحتك، انت بقى عندك قدرات خارقه الله يقويك، اياك تذاكر المعادله باوزانها. عندك فوق ال 1200 معادله السنه الجايه، البس يلا يلا ربنا يعين معايا في الكلام ده. فحضرتك مش هتعرف، يبقى بالتالي تفهم طبيعه التفاعل معايا. طيب هتشتغل عليه. نيتروجين رمزه ايه؟ N2. هيدروجين رمزه ايه؟ H2. سهم 500 او شراره هيديك نشاد رمزه. طبعا المعادله كده ولا يعني تاكل منها باي شراره انت تطلع صح، لازم تتكتب كامله. تقول لي مش انت اللي قلت لي مش عايز اوزان؟ ما تحفظش يا غبي اوزان، انما تكتبها لي بالاوزان. معايا في الكلام ده؟ ها دي كام؟ 2 طالعه كام؟ هنضربها في كام؟ وتضرب هنا في كام؟ كان ممكن اعملها غير كده، احط هنا ايه واحط هنا ايه. وانا حابب جدا ان انت تتعلم دي، مش عندك القدره لا دي سايبها لك هنا الحريه، بس يفضل عشان سنه ترتاح. نص ودي 3 على 2. في ميزه في معادله الكيمياء ما بتضربش غير في رقم واحد عشان تظبطها وتبقى معادله صحيحه، غير معادله الرياضه. معادله الرياضه تقعد تفكر، لا انا هنا ما باخدش غير في رقم واحد. دايما مقام المعادله الكيميائيه 2. يعني عايز احولها معادله صحيحه، لو انا قلت لك معادله مجهوله بس مكتوبه بكسور يا فاطمه انت ما عرفتها، قلت لك معادله كيميائيه موزونه بكسور، تضربي في كام يا دكتوره؟ ما تستنيش من المعادله، اضرب في 2 وش، لان ما عنديش غيرها. معايا في الكلام ده؟ طيب نطبخ. يلا مين يعمل لي الطبخه دي؟ من نيتريت الصوديوم. والله يا جماعه في ناس خلاص بجد انا يعني بشكرهم ويعني وربنا يحفظهم. انا بقت ناس عارفه اللقطه، انا وداني طبعا بتعرف تترجم افعال. انا وانا لسه بكتب من نيتريت الصوديوم وهو عارف ان معادلات ربط، راح قلب الصفحه اللي ورا. يعني الصفحه اتقلب مش واقف، عارف ان انا الصفحه الاولانيه دي مش هتفيدني الا في المعادله الاخيره. هو عارف انا بقول هطبخ، يبقى عارف ان انا هلجا لمعادلات قديمه، فده كده عيل فاهم. تقول لي ده بيغش، اقول لك هو فاهم يا غبي ان المعادلات فيها ربط. من نيتريت صوديوم كيف تحصل على نشاد.
لو مش عارفه تقولها معادلات قولها عربي على فكره، قوليها عاميه. شوف انا سايب لك الحريه، قول لها زي ما تقولها بس اطبخ. النهارده الجمعه بقى وفي لحمه وزفر ومحشي. مين عامل محشي؟ رافع ايدك عشان عامله محشي ولا عايزه تجاوب؟ ماشي. طب انا اتلفت يا سمير بامانه يعني، اتلفت لقيت كان في ايادي مرفوعه قبل مني. انا عارف انت، ما انا بستغلك قلت لك كل مره. انت كل مره تستغلني. طب في طبخه بعد منها، بس لقيت هنا، لقيت الايد مرزوعه قبل ما والله. يعني بالتالي كنت لسه ما كملتش كانت رافعه ايدي. يلا قولي يا لوكا، قولي بالعاميه، قولي بالطريقه اللي انت عايزاها. هفاعل نيتريت الصوديوم مع الميه. طب هوقفك لحظه، دي نيتريت وصلت، مش نيتريد، مش دال. ما تمشيها مشوها كده. ماشي ماشي يا حياة، قول يا حياة، مش مشكلة انت عايزة تقول، يلا قول يا حياة. هو دي سكتة قلبية ولا ايه بالظبط؟ عملت كده ودي سكتة قلبية صح؟ تمام، صدمة السكتة القلبية. ما اصل جان عايزة تقولي، فمش معقول ان جان هتبقى مصممة انها تقول وانت ما عايزك تقولي، انت الاولى قبل جان تتفوق عليه. هي جان هتموت وهتقول، وانا طبعا مش هينفع ان انا يعني اخليها تفوت الفرصة دي. والله ما عايز. طيب قول يا مريوم، قولوا يا جماعه بالطريقه اللي انتوا عايزينها، بس المهم تجتازوا المرحله دي لانها مهمه جدا في حياتنا. مرحله الطبخ ده في الكيمياء هتطبخوا طبخ، هتطبخ بيكوا اصلا. يا ستي قولي، هنشوف نفسك في الاكل ايه. هنجمع نيتريت الصوديوم والنشادر. طب ما انا عايز يا فندم النشادر، ما احصل على، مش اكل على، دي اكل على. احصل على هناخد الناتج، اطلع. مش حاسك يا دكتوره الترم ده بس ساكت ها. ايوه عرفت مين، تمام هسكت. ماشي براحتك، براحتك، براحتك خالص، هجيبك برضه. ها قول يا لولو. نيتريت الصوديوم افعله مع، طيب هعمل بيه ايه؟ ماشي، وكمان وانت بتقولي التحويل اسهل عليكي مش لازم تدي الناتج الثانوي اللي هو انت مش عايزاه، دي الناتج اللي انت عايزاه، فاهم قصدي؟ يعني بريحك كمان. هيديني نيتريت الامونيوم صح؟ هفعله، هسخنه صح؟ ونيتروجين هعمل ايه بقى؟ عرفت الفكره ان هو اداني معادله، فقول لي هعمل بيها ايه، وانا فكرك انا اسمعها لك كده، لا انا ادخلها لك مع حد تاني. تمام؟ 10 على 10 يا لولو والله ممتاز. خد يا باشا، خد اخضريك. لا مؤاخذة يا مان، انا اسف يا مان. اختكم من يوم. يلا عشان اجيب واحده دلوقتي يا اخي. جاهزه؟ طيب طيب طيب. في بقى طريقه طبعا لا تمام، طريقه سؤالك في الطبخه في امتحان ثانيه سنه وثالثه سنه هي اسهل، بس بالنسبه لي انا كطالب اصعب. ما بيجيبليش ولا معادلات ولا حاجه، بيجيب لي اسماء التفاعل. يعني الاء دلوقتي عملت الطبخه على 3 خطوات، اسم كل خطوه ايه؟ يعني ايه اسم كل خطوه؟ الخطوه الاولى اسمها ايه كيميائيا، الخطوه الثانيه اسمها ايه كيميائيا، الخطوه الثالثه اسمها ايه كيميائيا. طب الخطوه الاولى كان تفاعل ما بين نيتريت صوديوم وكلوريد امونيوم، هو حصل ايه؟ تبادل ايه؟ يبقى الخطوه الاولى اسمها احلال مزدوج، اسمها اسم التفاعل. طيب خطوه رقم 2، حتى هي قالتها وبتشتغل، هسخن الماده وافكها، اسمها ايه؟ انحلال حراري. طب الخطوه الثالثه اللي هي دي قدام عينيك اهو، مين يترجمها؟ تعني الخطوه الثالثه دي؟ طيب اعرفها لكم. اي معادله، ممتاز، اي معادله قبل السهم مواد كتيره وبعد السهم ماده واحده، ها شغل الاعداديه على فكره مش شغل جامد قوي. اتحاد مباشر. اتحاد ايه؟ مباشر. اسمه اتحاد ايه؟ يبقى اتحاد مباشر. يبقى اذا دي 3 خطوات اللي احنا اشتغلنا اهو. دي يا صدور والله.
هو انت موقعني من قعر الافق، كله بيقول وبياخد، انا بقول وما باخدش ليه؟ عسل يا سمير، انت ممتاز والله يا ابني، ربنا يحفظك. طيب تعالى نشوف بقى رقم 2. قاعده. يلا يا باشا، انا هنا هكمل التفاعل تلقائي، هكمل التفاعل تلقائي. حد يرد عليا؟ هكمل. محدش بيعبرني فيه. هكمل التفاعل تلقائي. بس في ايه يا جماعه؟ تفكروا في البحث اللي انتوا هتروحوا تدفعوه ولا ايه؟ تمام؟ طيب يتفاعل. يلا مطرود يلا النهارده. يتفاعل النيتروجين مع الاكسجين لتكوين اول تفاعل، اول خطوه. خلي بالك دي قاعده، قاعده. النيتروجين ما بيديش الناتج النهائي مره واحده، مره في مره، مره في مره معايا. يتفاعل النيتروجين مع الاكسجين يتكون اكسيد النيتريك. اللي مذاكر جدول اعداد التاكسد، اكسيد النيتريك ده رمزه ايه؟ لا مش انه 2 والله ابدا، انه تمام، انه عشان كده قلنا تذاكر اعداد التاكسد. الذي بطبيعته، وخلي بالك هسألك سؤال دلوقتي، بطبيعته يستمر في التفاعل. مين الذي بطبيعته؟ يقصد النيتروجين ولا اكسيد النيتريك؟ بالظبط، الماده المتفاعله دي ماتت، ده مات خلاص ما عادش موجود. الموجود دلوقتي مين؟ ها، طبيعته يستمر في التفاعل مع الاكسجين في وجود القوس الكهربي، يبقى انت مستمر في وجود القوس الكهربي ليعطي ثاني اكسيد النيتروجين. طب قبل ما اعمل معادلات هقول ماذا يحدث لو، ماذا يحدث لو كان اللي على السهم شراره كهربيه؟ هزعل من اللي هيقول مش هيحصل تفاعل. اصل انا لقيت في ناس ردت في الاول كده قالت مش هتحصل تفاعل. هيحصل مش هيحصل، بس هيقف عند مين؟ صح كده، وانتوا كده فهمتوا. لما تقول لي مش هيحصل تفاعل غلط. قول لي مش هيحصل تفاعل لو انا شغلت من غير ولا ده ولا ده، اقول لك مش هيحصل تفاعل. ما موجود في الهواء قدامنا، احنا قدامنا اهو دلوقتي النيتروجين والاكسجين. ما حصلش تفاعل ليه؟ ما هو لا في شراره ولا في قوس. طب التفاعل ده اسمه تفاعل ايه بقى يا معلم؟ هو الاسم تفاعل البرق. ده يا باشا اللي بيحصل وقت ما بتشوف النور في السماء. بيحصل في الطبقات العليا من الطبقه الاولى من التروبوسفير، لما بتكون في حاله ايونيه، فالايونات بتلامس بعضها، فبيتكون هذا القوس الكهربي الصاعقه. لما بتنزل الصاعقه ديت في مناطق من الغابات بتولع في الغابه. ليه؟ درجه الحراره اللي بتنتج من القوس كام قلنا؟ ها، 3000 درجه، رهيبه جدا، 3000 درجه مئويه، ادت الى كسر الرابطه اللي ما بين النيتروجين والنيتروجين في جزيء النيتروجين. وركز عشان بعد ما اخلص اسال سؤال بيعتمد على انت ادركت ولا لا. كل الاسئله دي مش من وجه دماغي ولا تفكيري، ده اسئله بتبقى موجوده عند حضرتك وانت المفروض تستنتجها تحليليه. تمام؟ فبيتكسر الرابطه اللي ما بين الان والان. طب يلا يا باشا نعمل التفاعل. N2، وركز في العربي هتطلع الناتج، مع الأو 2، وهنا قوس كهربي او 3000. يعني اكتب الشرطين ولا اكتب واحد منهم؟ واحد منهم، او تكتب الاثنين بس اكتب اور، لان لازم تعرفوا التفاعلات. الناتج الاولاني. يعني انتوا صح، بس انا ما بحبش الوزن، اخشى تكون حافظ، بس انت فاهم ان هيطلع ايه؟ انه هو بس صح طبعا 2 انه. وده غاز وده غاز وده غاز، وده لونه اولاد عديم اللون، ملوش لون زي الهواء، لونه زي لون الهواء بالظبط. حلو الكلام؟ طيب ده كده الخطوه الاولى. والله لو كان شراره كان وقف صح، ولكن ده مش هيقف. تلقائي ولا غير تلقائي؟ مستمر. هيدي التفاعل رقم 2، يستمر ال NO. ركز عشان في لقطه دلوقتي هتجيلك وهشوفك هتعرفها ازاي.
NO هيتحد مع مين؟ اكسجين الهواء الجوي. اكسجين الهواء الجوي، ركز كده معايا، عشان يكون لك 2NO2. ده ايه؟ ثاني اكسيد النيتروجين، وتعرف ان لونه بني محمر. فلو جالك الخطوتين دول اعرف على طول ان ده تفاعل النيتروجين وتفاعل البرق لتكوين ال NO2، عشان تبقى انت عارف الكلام ده كويس. طيب هكتب معادله بالاسود هنا. قول لي هكتب على السهم ايه الشرط؟ جاهز؟ يلا يا باشا. N2 زائد O2 س NO2. ارفع ايدك لو عايز تجاوب. معادله واحده؟ هو انت قلت لنا لو معادله شراره، معادلتين قوس. خلاص هجاوب. ارفع ايدك لو عايز، بس يعني اللي يقول لي التفسير. على فكره الحاجات دي والله يا جماعه دي اسئله الامتحان دي. وضع امتحان، اي حد وضع امتحان بيفكر بالشكل ده مش هيجيبها بالشكل ده، لانك انت هتجاوبها في ثواني. طيب خلاص فكرتوا؟ اللي رفع ايده اقول له. طيب هتجاوب يا جنى؟ قول يا جنى، قول اللي عندك يا بابا، احنا بنشارك. غلط صح، بس المهم التفسير، يعني قولي لي كذا عشان كذا. فعلت مرتين، ممتازه، بس انا مش شايف غير معادله واحده. اه يعني ده تلقائي، يعني ده حصل مرتين. 10 على 10 والله. 10 على مليون على 10. مليون على 10 تمييز مادي كمان هنا. ما تبرقليش، هو تمييز مادي. شوكولاته. هو جوه هم يتصرفوا. 10 على 10. واحد يقول لي طب ازاي يا مستر؟ في حاجه يا اولاد في الكيمياء، اي حد عنده معادلتين تلقائي، بس اعرفها عشان السنه الجايه دي كتير قوي. اي حد عنده معادلتين تلقائي ورا بعض بيحصلوا في حاجه اسمها جمع معادلات. جمع الرياضه، بتعرفوا جمع معادلات رياضه ولا ما تكونش فيه؟ يعني لو انت جمعت المعادلتين دول، دايما اللي موجود في النواتج وموجود في المتفاعلات لو قد بعض طياره. مين يطير؟ واضح صح؟ مين اللي هيطير؟ قولها لي وانا هطيرها. قول. طب في حاجه تطير تاني؟ طب لو حاجتين زي بعض في اتجاه واحد يتجمعوا. طيب هنا في N2، في هنا تاني N2 نزل تاني، صح؟ طب هنا في واحد O2 واحد O2 يطلع لي لا. طب هنا مفيش حاجه وهنا في ايه؟ فدي معادله المعادلتين. فانت اول ما تشوفها معادله واحد بس، مستر قال لنا اول ما تلاقي سطر واحد او معادله واحده ده شراره، صح؟ انما ده شراره ولا قوس؟ قوس كهرباء. معايا في الكلام ده ولا لا؟ فافهم الناتج بتاعك. طيب خش على الاجابه بقى، اخر واحد، ودي مباشره وانت عارفها. فلز مع نيتروجين هيدينا نيتريت فلز، بس مش هجيب لك الليثيوم. ما يقول لك ما انا جبت لك الليثيوم خلاص، اجيب حد تاني. طب اجيب صوديوم ولا بوتاسيوم؟ ليه يا؟ ليه الصدمه دي؟ طب ليه طيب؟ اجيب صوديوم ولا بوتاسيوم؟ طب لو انا مش عايز اجيب ليثيوم اجيب مين؟ الراجل ده كويس. ما انا مالي، انا مالي. طيب ماشي بعد. الراجل ده محترم، الراجل ده معاه كل حاجه، ربنا يديله الصحه والعافيه. هجيب مغنيسيوم. فعلا الليثيوم هو اللي يتجمل 1 ايه بس. تمام. هجيب مغنيسيوم يتفاعل مع نيتروجين سهل، عليه شراره يبقى هو مره واحده هيديك هنا اهو Mg3N2 نيتريت مغنيسيوم. وزن المعادله بتاعك 3. اروح انا جاي ورد عليا، اروح قايل لك طب ما هو ممكن نيتريت المغنيسيوم يتفاعل مع الميه، فاكر؟ عشان يكون لك هيدروكسيد المغنيسيوم ويطلع لك غاز النشادر، وتقدر توزن معادلتك عادي جدا وتشتغلها كده، هو ما فيهاش مشكله.
هتيجي تقول لي ما الشرط ده غلط يا مستر. اقول لك ليه يا عم؟ تقول لي ما هو معادلتين اهم. مش تلقائي، انت اللي اخدت الماده وحطيت عليها الميه. معايا في الكلام ده؟ يبقى ده كده شرار عادي ونشيل الغلط بتاعنا. طيب علل مش تحويله. ليه يعتبر نيتريد المغنيسيوم من السماد الزراعي؟ بيتعاملوا في الحياه الاجتماعيه ان ماده نيتريد المغنيسيوم تمشي معاك سماد زراعي. ايه شرط السماد؟ انه يطلع لك الماده الاوليه بتاعت السماد. من هي الماده الاوليه بتاعت السماد؟ النشادر. طالما ماده بتنتج نشادر مع مياه الري او مع الميه، ومع الميه اعرف على طول انها سماد. طب مش هي اتفاعلت مع الميه؟ كونت لك الماده الاوليه بتاعت السماد، يبقى انا سماد زراعي. كلام واضح يا اولاد؟ الواجب هتاخده على الجروب النهارده، تركز معايا. بكره عندك التسميع بتاعك من بدايه ال 5A لحد تحضير الخواص الكيميائيه بتاعت النيتروجين.